والله انا مش عارف اجيبها لك ازاي، بس انا بصور فيديو ده يوم 12 واحد، اليوم اللي اساسا تاني يوم بكره عندي امتحان. فعارف انت الشغف اللي هو بيجي لك عشان تتفرج على 300 حلقه من مسلسل ما في وقت الامتحانات، هو ده الشغف اللي بيجي. انا عايز اصور دلوقتي بقى. اصور ايه؟ ما فيش حاجه، مش كاتب سكريبت، مش كاتب اي حاجه. فبمناسبه بقى الاضاءه الجديده والشغل والحوارات والدنيا دي، فكرني باول فيديو قلت اما اعمل فيديو عن هندسه. بس هتعمل فيديو عن هندسه بقى، يعني هتقول فيه ايه؟ انت قلت يعني كل حاجه في الفيديوهين بتوع هندسه. اول فيديو يعتبر تالت فيديو، فانت ملخص كل حاجه، يعني حتى هتقعد تكتب دلوقتي سكريبت وتصور بكره، فمفيش جديد. فايه بقى؟ فقررت بصراحه افري ستايل من غير بقى سكريبت ومن غير اي حاجه، ان انا امسك الكومنتس اللي انتوا كتبتوها على الفيديوهين دول. وبالمناسبه اللي هي كانت كتير جدا ما شاء الله، يعني دول يعتبر اعلى فيديوهين عندي في الشانل. يلا نجاوب على الاسئله. وانا بصراحه يعتبر هشوف الاسئله كاول مره، علشان يعني انا شفتها من زمان جدا، والفيديوهين بقالهم سنه تقريبا، وانصحك تشوفهم لو انت مثلا عايز تشوف مثلا حاجه عن هندسه او الحاجات دي. فانا دلوقتي هتكلم عن الاسئله. في كومنت هنا بيقول اعتقد هندسه افضل مليون مره من حاسبات كبنت وشغل حاليا، هندسه ولا حاسبات؟ جزاك الله خيرا. بعد اذنك لو قدامي كليه هندسه وكليه حاسبات ومعلومات اختار انهي فيهم؟ ارجو الرد ضروري بعد اذنك. السؤال اللي اتكرر بشكل كتير جدا هو هندسه ولا حاسبات ومعلومات. السؤال ده اتهرى في كتير من الفيديوهات، ممكن تقلب تشوف اكتر من 200 فيديو عن مقارنه ما بين كليه حاسبات ومعلومات وكليه هندسه، والجدال فيه خلص من بدري. ولكن كل فيديو برأي وكل فيديو بشكل. فانا هنا علشان اقول لك الخلاصه اللذيذه، ان مفيش حد من ال 200 فيديو اللي انت ممكن تكون اتفرجت عليه ده قال لك انهاء الجدال بالشكل الصحيح، وهو ان مفيش حد افضل من التاني، ومفيش حد ممكن يتفضل عن التاني في وقت من الاوقات، لان كل واحد ليه شغله ومجال دراسته، وكل واحد ليه دنيته. هتيجي تبص على فيديو لحاسبات ومعلومات هيقول لك الكليه دي كويسه جدا وخشها ومستقبلها جميل وهتعرف تشتغل بجانب الدراسه، والبرمجه اساس المستقبل، وهيقلب لك الدنيا وردي. هتيجي تبص على فيديو تاني هيقول لك لا 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 لا، هندسه يا ابني، هندسه لا تقارن بحاسبات ومعلومات. ده ما قفلش الفيديو بتاعه، وده ما قالش الحقيقة الكاملة. الحقيقة الكاملة ان اللقب لا يعني لشخص اي شيء، وان انت مش مجرد ما تاخد لقب مهندس او لقب ان انا مثلا دخلت كلية حاسبات ومعلومات فكده انا في السيف زون بتاعتي، وان انا هطلع الاقي الدولارات بتتنطر عليا من كل حتة سواء دخلت دي او دي. المعادلة غير كده خالص، وهي ان الحقيقة الصعبة ان هي بتتوقف عليك. ازاي بتتوقف عليك؟ انا دلوقتي لو جيت وقلت لك في مقارنه بسيطه ان واحد بتاع حاسبات ومعلومات اشتغل على نفسه، درس دراسه جدا مميته وتخرج واشتغل وبقى حياته زي الفل، جينا الواحد بتاع هندسه برضه رتب على الدفعه وتخرج واشتغل ودنيته زي الفل، هل هنا تقدر تقول لي مين احسن؟ الاتنين يا باشا احسن، الاتنين كويسين، الاتنين كل واحد اختار طريقه واختار مساره ومشى فيه وكمل فيه، والشغل قدامه 100 فل و14. كل ده علشان هو اجتهد. تيجي تبص بقى على المثال ان هو واحد فيهم خلي بالموازين، سواء بتاع حاسبات ومعلومات فشل او بتاع هندسه فشل والتاني هو اللي نجح. وقتها بقى تقدر تقارن وتقول مين الاحسن، مش مين في الكليه احسن. فاحنا الكليات ما ينفعش نقارنها ببعض، ولكن اللي نعرف نقارنه ببعض الاشخاص، مين ناجح ومين فاشل. لكن الكليه دي احسن من الكليه دي ما ينفعش نقارن، ما ينفعش نقول الزرافه اطول ولا الفيل اتخن، وتحت مسمى ان الاثنين حيوانات، ما ينفعش. تمام؟ فهي دي كليه ودي كليه، دي لها قدرها وشانها ودي لها قدرها وشانها. اللي هيتعب ويشتغل هنا هيلاقي شغل، بغض النظر اللي هيتعب ويشتغل في اي كليه هيلاقي. ربنا ما بيضيعش تعب حد. فانت يا صديقي ما عليك انك تبطل الاسئله دي وتتفرج بقى على كميه فيديوهات كل واحد هتلاقيه براي. صدقني انا قلت لك الخلاصه، بطل تتفرج على اي حاجه تاني. اسالك سؤال وجاوبني بامانه هندسه بعد اذنك، لاني انا في تانية ثانوي، وانت عارف بقى الحيره بتاعت علم علوم وعلم رياضه، قصدي على قسم غير مدني وعماره. بغض النظر عن السؤال فيه علامات استفهام كتير، بس انا هجاوب على الجزء اللي يخص هندسه، وهو بيقول هل هندسه عين شمس ليها مستقبل؟ وطبعا قصدي اي قسم غير مدني وعماره. انا مش عارف ليه بصراحه انت قلت غير مدني وعماره، يمكن ده حبا مثلا انت مش عايز تتخصص مدني او عماره، بس يعني لو هو ده التفكير بتاعك فانا ما عنديش مشكله. لكن لو هو مدني او عماره لحاجه تانية تمام فهو لا. يعني احب اقول برضو ان حتى في الفيديو اللي فات اللي انا كنت عامله متطلبات السوق دلوقتي ظهر فيه اقسام تانية غير هندسه، زي مثلا ميكاترونكس لسه جديده في السوق، مش عارفين ملامح السوق بتاعها
على عكس مدني انت عارف انت تتخرج هتشتغل فين، ايه الصوره بتاعه الشغل بتاعتك هتكون فين وفين وفين وفين، هشتغل في القسم ده، هشتغل مش عارف ايه في الشركه الفلانيه في كذا. فنطاق الشغل بتاعها او حدود الشغل اللي انت ممكن تشتغل فيه معروف، على عكس الاقسام الجديده زي ما قلت لك. يعني انا مهندس ميكاترونكس لسه الصوره ضبابيه، مش عارف هل المسار اللي انا ماشي فيه ده تمام، هل هلاقي شغل كويس براتب كويس، هل هشتغل مثلا في قسم ميكانيكا. اصل انا ميكاترونكس يعني شعبه من شعب قسم ميكانيكا عندنا في عين شمس، فهل مش هشتغل تبع ميكاترونكس واشتغل مثلا قسم حاجه تبع ميكانيكا ولا ايه؟ هي الفكره في كده ان مدني وعماره الشغل بتاعهم معروف محدد وعارف الناس دي هتشتغل فين بالظبط. انت لو بتتكلم من ناحيه الشغل فانا مثلا المدني انت قلت غير مدني وعماره وهم اكتر اتنين مضمونين في الشغل، فانا بصراحه ما اعرف يعني انت كنت بتقول ليه غير مدني وعماره، بس ايا كان انا قلت لك يعني المعلومه دي. الكومنتس اللي بتيجي لما كنت قارئها وقتها كانت يعتبر معظمها بتتكلم عن يعني هندسه ليها مستقبل، هندسه مش عارف ايه لها مستقبل كذا كذا كذا. فهو الموضوع والله ما بيتحددش كده، بيتحدد على حسب انت اشتغلت، انت عملت الحاجات اللي انت عملتها في خلال 5 سنين دراسه هينعكسوا عليك في الاخر بخصوص بقى درجاتك وشغلك والناس اللي انت هتقدم لها عشان تشتغل وهكذا يعني. بس في العموم في الاشمل بقى انت بتقول هل جامعه عين شمس ليها مستقبل؟ فهو بصراحه يعني المستقبل ده ولا انا ولا غيري، ولو انت دورت على اليوتيوب 100 فيديو كمان الناس بتقول لك ان دي ليها مستقبل ودي ملهاش مستقبل، فما تسمعش كلام حد. فعشان محدش عارف الغيب ده فيه ايه ومحدش عارف سوق العمل كمان سنه ولا 2 هيكون في ايه، وعلم الغيب ده والرزق لا يعلمه الا الله. يعني خليك واثق دايما من ان انت بتعمل حاجه علشان انت عايز الحاجه دي، مش عشان شغل بقى وبعدين عشان رزق كده كده هيجي وربنا كاتبه لك من اول ما اتولد لحد ما تموت. فانك تقول على اي شغل مش شرط مثلا هندسه انها مضمونه او مش مضمونه فده مش مقياس نهائي. عندي سؤال، ينفع اشتغل في مجال البرمجه بجانب دراستي في هندسه او حتى بعد التخرج؟ وانا اضمن لك بعد التخرج ده لو انت مش ناوي اساسا تشتغل في حاجه تبع هندسه، او انت مثلا تخصصك تبع تخصصات كهرباء اللي هو مثلا كمبيوتر او اتصالات، تقدر تشتغل في حاجه تبع البرمجه. ولكن انت لو اساسا شغال حاليا في البرمجه تقدر تخش كليه حاسبات ومعلومات مستريح جدا وهتبقى متاقلم جدا معاها. وبالمناسبه هتعرف تشتغل جنب الدراسه في كليه حاسبات ومعلومات، لكن في هندسه استحاله. الحقيقه المره واللي معظم الناس ممكن ما يكونش واخده بالها منها ان هندسه تستنزف طاقه البني ادم، وتستنزفه هنا بمعنى تستنزفه بالمعنى الحرفي. يعني انت ممكن ما تلاقيش وقت مثلا انك تروح الجيم اللي جنب بيتك او مثلا تعمل اي نشاط او اي شغل. فيعني بغض النظر عن كميه الضغط وكميه الاساينمنتس والتاسكس اللي انت مطلوب منك تسلمها في ديدلاينز مميته، تحس ان ايلون ماسك هو المانجر بتاعك في الكليه، ولكن كل المعيدين ايلون ماسك ومديرين في الشغل اللي انت عايز تشتغله. بالاخص ان انت بتوصل لمرحله معينه بيقولوا لك انت لازم تتعود على حاجه زي دي كده علشان سوق العمل مش هيرحم. بس هي الفكره ان سيبوا مساحه شخصيه، يعني مساحه مثلا اعمل حاجه انا بحبها، عايز اشتغل، عايز اشوف حياتي الشخصيه. ما فيش الكلام ده نهائي، والله الكلام ده مش تخويفا، ده عن تجربه شخصيه انا عشتها. يعني هل الموضوع ده هيكون كويس بالقدر الكافي لواحد شغال، لواحد عايز يشتغل او يشوف حياته بجانب الدراسة في هندسة؟ فلا، الموضوع مش بالسهولة دي. وصدقني يعني ده عن تجربة، مش تجربتي انا بس، عن تجربة كل الناس اللي انا عارفها. انت لازم تفهم النقطة دي. معنا السؤال التاني بيقول دخلة رايقة، كمل حبيب قلبي والله. يعني انت لسه في هندسه، وهل هندسه صعبه لشخص كاره الرياضه اصلا؟ والله انا لسه في هندسه، يعني لسه لي، انا قضيت بالظبط 5 ترمات، لسه لي 5 ترمات، 2.5 سنين، لسه لي 2.5 سنين، انا في النص دلوقتي. خبره ال2.5 سنين اللي انا عشتهم دول احب اقول لك ان هندسه صعبه لشخص حابب الرياضه وكاره الرياضه، يعني مش متوقفه على كره الرياضه بس، يعني صدقني. بس يعني ده كل اللي انا اقدر اقوله لك. هي صعبه لشخص كاره الرياضه. في حد بيقول انت ما بتروحش الكليه ولا ايه؟ يعني والله بروح بس زي ما تقول مثلا عشان انا ساكن في العاشر من رمضان والكليه في القاهره في عبده باشا، فيعني المسافه طويله، ويعني زي ما تقول توفيرا للوقت بحاول اختصر الجدول على قد ما اقدر، بحيث ان انا مثلا انزل 2 ولا 3 في الاسبوع عشان اقدر انجز حاجات كتير، عشان يعني الموضوع بيبقى ضغط، وهندسه ما بتسيبش حتى مساحه شخصيه ليك، فيعني ايه الموضوع بيبقى كده، فاهم؟ السؤال هنا من مروان بيقول لي ازاي اقدر اتواصل معاك؟ انا طالب في هندسه عين شمس وعايز نصايحك ضروري. يعني بصراحه لو انت شايف الموضوع صعب قوي فده الانستجرام بتاعي محمد هيثم، مفيش ابسط من كده. ولو يعني الدنيا خلاص اللينك في الديسكربشن انستجرام، خش اسالني على اي حاجه نفسك فيها. كل الشكر والحب جدا للتقدير للناس اللي دخلت مثلا سالتني او سالت عليا بخصوص الفتره اللي انا غبتها اللي فاتت، زي ابراهيم علي واحمد محمود وعلي ناصر، والناس دي كلها يعني تحفه وبحبها. يعني بص، انت شايف الصرف،
يعني انت شايف. ف مش هتكلم بقى، مش بحب انا اعمل حركات اليوتيوبرز دي عشان يعني ايه ساعات بتقفل الواحد. فيعني انت حر، بس يعني اعمل لايك وسبسكرايب، بس انت حر. السؤال ده من احمد. ممكن بعد اذن حضرتك تكلمنا اكتر عن هندسه الفضاء، وهل موجوده في القاهره بس واللي هي هندسه الطيران والفضاء، ولا في مكان تاني؟ بص، هو اللي انا اعرفه ان هندسه الطيران موجوده في القاهره بس حتى مش موجوده مثلا عندنا في عين شمس او موجوده في المنصوره، لا هي في القاهره بس. وانا اعرف زمايل واصحاب ليا في هندسه القاهره قسم طيران. بس انت هنا في الاول قلتي تكلمنا اكتر عن هندسه الفضاء. حاسس ان يعني المجال ده من الهندسه ما بيدرسش بشكل كويس هنا في مصر، ما عندناش حتى الامكانيات الكافيه ان احنا ندرس الحاجات العمليه، سواء مثلا تلسكوبات وتدرس بقى والكلام ده كله. ولكن هل بقى هندسه الفضاء موجوده في القاهره بس؟ دي حاجه انا بصراحه ما اعرفهاش، بس اللي متاكد منها ان هندسه الطيران موجوده في هندسه القاهره فقط. لكن الفضاء كقسم انا بصراحه يعني ما اعرفش معلومات عنه كتير، وما اعرفش اساسا هو موجود في هندسه في مصر او لا. انا بصراحه عشان ما احبش افتي، فانا ما اعرفش حاجه زي كده، حتى ماليش زمايل متخصصين في التخصص ده بالذات، فلا. في كومنت هنا من محمد حسين بيقول: يا اخي هو في ايه في الدنيا سهل؟ انت في بدايه حياتك ولازم تتعلم كويس وتكون جاهز. بالظبط، ده اللي انا لسه قايله، والرزق عند ربنا سبحانه وتعالى. ده مظبوط، وانا بصراحه مستغرب من عايز كل حاجه سهله. والله يعني عندك حق، يعني هو تمام صح، ونصبر شويه ونركز، وحرام تطفشون الناس من الدراسه علشان سيادتك تاخد اعلى مشاهده. اتقي الله يا باشمهندس. بص انا هقول لك حاجه بسيطه، مع ان النص الكلام اللي فوق كان صح وجميل وكل حاجه، بس النص الثاني ان انت بتقول حرام تطفشون الناس وعيب يا باشمهندس والكلام ده. فانا عايز اقول لك ان ده اول فيديو في القناه، وما كانش مضمون هل هينجح او هيضرب او لا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا كطالب هندسه كنت لسه مخلص سنه اولى، وكنت عايز انقل خبرتي للناس اللي هتيجي مثلا في هندسه بعد كده باذن الله، عشان انا كنت مكان الناس دي، وكنت بدور على اليوتيوب على الكليه المعينه دي، وما كنتش بلاقي اي حد يفيد المعلومات اللي انا كنت مثلا عايز اقولها او ايا كان. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لا الحاجه الثالثه، ان في اول شهر بعد ما نزلت الفيديو ده ما عداش ال 300 فيو، اللي هو دلوقتي الحمد لله معدي تقريبا 25 او 26 الف فيو. فهو كان في اول شهر ما كانش معدي ال 300 فيو. فاللي هو انت لك ان تتخيل ان انا ما كنتش بعمل كده لمجرد مثلا ان انا الم مشاهدات زي ما انت بتقول، او الم لايكس، او اجمع اي حاجه زي ما انت متخيل. ولكن انت جيت في الفيديو وهو ضارب. فيعني وبالمناسبه الارقام يوتيوب فهو مش ضارب قوي يعني، بس هو بالنسبه لك اول فيديو كويس. انا بصراحه ما كنتش عامل كده زي ما انت بتقول، ولكن اتمنى كل الناس اللي شافت الفيديو تكون يعني راضيه عن الاداء وراضيه عن المعلومات اللي فيه او اللي اتقالت فيه وبس. بين هندسه الكترونيات واتصالات تقريبا. الكترونيات دي اللي هي ميكاترونكس قصدك؟ الكترونيات هي تخصص ميكاترونكس بالنسبه لعين شمس، فهو يتخصص يعني قسم من تخصص ميكانيكا ومن ستريم عادي تبع الحكومه. لكن مثلا في حاجه زي هندسه القاهره فهو بيكون كريدت، بيدفع له فلوس. لكن عندنا في عين شمس انت بتاخد القسم ده عادي من ستريم عادي، ما بتدفعش عليه فلوس من كريدت او حاجه. ولكن الفكره هنا ان الكترونيات وهندسه اتصالات انا قلتها في الفيديو بتاع اقسام هندسه، وشرحت يعني كل قسم بالتفصيل اللي هي الاقسام المتعارف عليها. وقلت ساعتها ان هندسه اتصالات هو قسم من اقسام كهرباء. السؤال هنا بيقول: لو سمحت نفسي ادخل هندسه ومش شايف نفسي في حته غيرها، ولكن خايف من الشغل، ايه رايك؟ بص، هو انا زي ما قلت في السؤال يعتبر تقريبا الاول او الثاني، هو الشغل ده ولا حد هيقول لي الشغل كويس فاشتغل او همشي في الطريق ده عشان فيه شغل كويس، ولا حد هيقول لي الطريق ده ما فيهوش شغل فمش همشي فيه. محدش عارف الشغل فين، مفيش حاجه هتصيبك الا نصيبك تقريبا. حلوه دي. بص انا هقول لك على حاجه والله بسيطه. انت لو قلبت اليوتيوب كله عشان مثلا تلاقي حد بيقول لك ان الطريق ده فيه شغل ومضمون امشي فيه، والطريق ده ملهوش شغل وما تمشيش فيه، فصدقني انت دلوقتي زي ما تكون متعلق في الحبال الدايبه. ليه؟ عشان زي ما انا قلت ردا على السؤال الاول او السؤال اللي هو تقريبا الثاني، ان هو علم الغيب ده لا يعلمه الا الله. ولو انت مثلا لقيت ان حد ده مشي في الطريق ده ونجح معاه، فهو قدره غير قدرك، اللي مكتوب له غير اللي مكتوب لك. مش لازم انت وهو تسلكوا نفس الطريق عشان توصلوا لنفس النجاح، والا لو ما كانش بقى كلنا طلعنا سواسيه بقى، كل واحد قلد مثلا حد ناجح وقال لك انا همشي في الطريق ده و100 فل 14 والدنيا هتظبط معاك. فصدقني لا، كل ما عليك ان انت تسعى وتمشي ورا الحاجه اللي انت عايزها وتحبها وتجرب. صدقني انت لما تجرب حاجات كتير هتكتسب اولا خبره، سواء بقى نجحت او فشلت، او مثلا الحاجه دي نجحت معاك او الحاجه دي مثلا انت ما لقيتش نفسك فيها، فانت اكتسبت خبره تمام تقدر تفيد بها الناس. وغير كده انت خلاص يعني هتجرب حاجه غيرها، وهي الحياه مره واحده بس، لازم تجرب كذا حاجه علشان تقدر تتاقلم مع الدنيا دي. السلام عليكم. بصور بس فيعني الحمد لله والله كله تمام. ايه الاخبار؟ تحس ان انت الباك جراوند عندك كده الغروب كده، تحس ان انت في غروب الشمس كده، تحس ان انت بتحاسب
في كومنت هنا بيقول انا خريج هندسه مدني دفعه 1970. هندسه صعبه ورزله والدراسه بيها جافه والحياه العمليه بعد التخرج ليست على مزاجك وممكن تعمل في مجال غير مجال الدراسه. والله انا ليا الشرف ان حضرتك بتتفرج على الفيديو بتاعي وكاتب كومنت ويعني وضحت النقطه دي للناس اللي هتشوف الكومنت ده قد ايه الدراسه في هندسه يا جدعان والله بيكون فيها ضغط غير طبيعي. دي حاجه مش تخويفا للناس زي ما الناس كتبت لي في الكومنتس وتقول انت بتخوف ومش عارف ايه، لا والله هي دي الحقيقه. انا بس ممكن تكون الناس اللي هتدخل تكون داخله وواعيه على ايه، تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه الناس اللي عارفه ان هي غشت في ثانويه عامه ما تعتبهاش. ليه؟ انا اعرف ناس لحد دلوقتي لسه بتعيد في اعدادي وزمايلي، تمام؟ فكون ان انت دخلت بالغش وهم كانوا معايا في اللجنه وعارف ان هم دخلوا بالغش، فكون ان انت حاسس من جواك ان انت دخلت بالغش واخدت درجات مشتركاتك، فصدقني عمرك ما هتسلك في حاجه انت داخلها مش بمجهودك. وفر تعبك ووفر تعب فلوسك وتعب عيلتك وخش حاجه انت عارف ان هي دي حاجتك، فاهمني؟ ليه؟ علشان زي ما الكومنت قال الدراسه جافه والحياه العمليه مش على مزاجك خالص وممكن تشتغل في حاجات تانية خالص غير مجال الدراسه. انا عارف مهندسين مدنيين متخرجين وشغالين في حاجات تبع رافعات هيدروليكس بقى وحاجات بقى يعني تبع ميكانيكا اصلا مالهاش دعوه بمدني خالص، تمام؟ فهي الفكره ان الموضوع زي ما انا قلت الرزق من عند ربنا، وان الموضوع ده ما بيتحسبش بقى شغل مضمون وشغل مش مضمون وده احسن وحاسبات لا او مش عارف ايه. الجدل ده كله ملوش اي لازمه نهائي. فاتمنى في بدايه السنه دي، يعني احنا بدانا دلوقتي يعتبر ب 2000 مشترك، اتمنى في نهايه السنه دي نكون مقفلين 100 مشترك. فيعني عايزك تكون من 100,000 لان انا لسه يعني حاجه على قد كده صغيره تكون عارف محمد هيثم انا كنت متابعه من لما كان عنده 1000 مشترك. فيعني الجمله دي بتكون كويسه جدا، فيعني ايه خليك معانا. يعني انا بتكلم في حاجات تانية غير هندسه، انا بعمل حاجات تانية كتير، مثلا معلومات عامه بقى، اي حاجه ممكن تكتبها لي في الكومنتس كده اعرف الف عنها قصه واعمل منها سكريبت محترم. ثواني يا باشا هتلاقيني بصور. يعني بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، وكانت كل حاجه ممكن مثلا اقولها بخصوص الاسئله اللي انتوا بعتوها. وبس يا سيدي يعني اتفضل.